أهلا وسهلا. أعود إليكم للحديث في خصوص قافلة الصمود، وبغض النظر عن الجهة التي أطلقت المبادرة أو غثتها، فقد كانت فرصة جديدة لإظهار وحدة الشعب التونسي والجزائري والليبي والموقف الشعبي من القضية الفلسطينية التي لم تغب عن كيان هذه المجتمعات ولم تغب أبدا عن كيان هذه الدول، بقطع النظر عن الخطابات الرسمية. أقول وهو أمر لا نحتاج إلى الخطابات الرسمية والبيانات الرسمية، لأن هذه الشعوب تكتب تاريخها لوحدها من أجل قضية عادلة، واعتدنا أن لا يكون هناك خطاب رسمي من الدول العربية، سواء كانت المشاركة في قتل الفلسطينيين سرا أو علنا، أو الشعوب العربية التي تتظاهر كذبا بأنها مع الشعب الفلسطيني، والحال أنه تذبح الشعب الفلسطيني من الوريد إلى الوريد، وتواصل في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجويع الفلسطينيين. اليوم ونحن إزاء هذه القصة وأمام هذا التحرك والتعبئة الشعبية التي وصلت من شوارع أوروبا والجامعات، ضف إلى ذلك الشعوب العربية التي أخذت على نفسها أن تذهب بعيدا لتحرج الحكومات والسياسات. بقطع النظر دائما أمام كل حدث سياسي هناك من يحاول بشكل أو بآخر أن يركب على الأحداث، وهنا أقول هو أمر متى سينتهي جرم ووزر وشيطان الإخوان المسلمين الذي يحاول في كل مرة أن يركب على الأحداث. هؤلاء يا سادتي الذين اختاروا هذه القافلة ليست وراءهم أحزاب، بل أن الأحزاب الآن تطمع في أن تكون في الحدث. هؤلاء ليست وراءهم إيديولوجيا، ولكن الإيديولوجيات التي سقطت وماتت تحاول بأن تكون في المشهد. لذلك لا داعي لهذا التطاحن ضد الشعب المصري، هذا شعب مغلوب عن نفسه، بل أن السلطة المصرية أثبتت أن نظامها يتآكل، وأثبتت مرة أخرى بأنها تخرج من الدرج قصة الإخوان والأمن القومي وكل هذا الكلام الفضفاض للدفاع عن نفسها. ولكن لا تظلم هذا الشعب المصري في الداخل المصري، لأن في قلبه جرح كبير جدا، وأن في قلبه كثير من الكلام لا يبوح به في ظل نظام يحاول بشكل أو بآخر أن يخرج ويواصل قصة التطبيع ولم يقرأ الدرس بعد. إذن تميل هذه السلطة المصرية إلى نسيان أنها لا تزال هدفا للحكومة الإسرائيلية. السيسي يحتفظ بشكل أو بآخر بورقة الضغط على الإخوان المسلمين كصمام أمان لحكمه، والحال أنهم الإخوان المسلمون شيطان حقيقي دمر مصر وسوريا وليبيا ودمر الكل. ولكن أن يخرج هذه الورقة الآن بتعلات الأمن القومي المصري، والحال أن هذه الشعوب العربية تريد أن تثبت بأن لها خيار آخر عكس خيارات النظم الرسمية، فهذه هنا أنه أرى بأن النظام المصري لم يكن متوازن بشكل أو بآخر، وبالرغم من أنه ما زال يستمد سلطته من السلطة العسكرية، وهذا حق مشروع ما دام الشعب المصري قد اختار هذا الرجل وما دام الشعب المصري أراد ذلك. ولكن في نفس الوقت كان عليه أن يكون أكثر توازن أمام تعبئة حاشدة قادمة من كل بر وفج، ولن يصمد هذا النظام أمام كل النخب العربية والأوروبية التي اختارت الآن أن تذهب إلى صمود حقيقي وتعبير حقيقي قد يخرج عن كل سياقات العالم والخطب الرسمية في العالم. ما يقوله ماكرون نفاق، ولكن ما تقوله النخب الفرنسية في الداخل هو الصدق. ما تقوله بعض الأنظمة العربية نفاق حقيقي، ولكن الشعوب العربية تريد أن تسجل حضورها، ومرة أخرى يكتب على أهل قرطاج بأن يكونوا هم في الطليعة، ومن بعدهم أهل الجزائر وأهل ليبيا، وكل هذه شعوبنا العربية تريد أن تصرح وتقول. أقول هناك أمران لا للتطاحن في الشعوب فيما بينها، والأرض لا تلفظ أبنائها، والخطابات الرسمية لن تنجح في إيقاف رحلة الصمود وهذه القافلة، حتى وإن نجحت بالعصا فإنها لن تنجح بأن تمحو القصة الفلسطينية والقضية الفلسطينية من فكر كل عربي شريف. ما يحدث الآن هو تكتيك إعلامي سياسي لخلق تطاحن على المنصات الاجتماعية، ولخلق ما يسمى بالهامش، واستثمار في هذه القصة لأجل إعلاء قضايا داخلية. لذلك لابد من الفهم جيدا
أن التستر بمسائل الأمن القومي هو فضيحة. التستر بالقول بأنها تملك الحق في إدخال من تريد وتخرج من تريد فضيحة سياسية أخرى تضاف إلى فضائح أخرى. الكابوس الحقيقي سيكون عندما ترفض هذه النظم للدول المجاورة قدوم قوافل، لكنها تقبل بأن تحكم بإنتاج غربي إسرائيلي صهيوني لتحكم في شعوبها. قلب الواقع العقل المشاهد نزار جليد.